اروح الفلت اجيب شويه طلبات واسلم اوردر ولا حاجه واشوف الدنيا ايه. تعالوا بقى نشوف هنجيب ايه. مش هنعدي كده، بقف على جنب انا بوصيف كده بنجيب خضار من الناس دول. ده الميدان، بنركن هنا على جنب شويه. في واحد بتاع فاكهه هناك اهو، فاكهته حلوه قوي على فكره ورخيصه، يعني فاكهته حلوه جدا ورخيصه. بيبقى الموز عنده ب10 في كل حته ب12.5، والتفاح بيبقى بره مثلا ب15 هو بيبيعه ب12.5، ولو بره ب20 يبيعه ب15. اهو التفاح دلوقتي ب15 والموز ب10. هروح نجيب منه. بصوا بقى، رجعت من بره هلكانه. رحت وصلت الاوردر ورحت خدت بعضيها بقى وطلعت على السوق. انا وبوسيف جبنا شويه حاجات، وبعد كده هو سابني طلعت بشويه شنط وسبت له الباقي تحت. وجيت بصوا عارفين لو هلكانه قوي هموت خلاص مش قادره. انا جيوب الانفيه خلاص هتموتني، اخنفيت وتعبت. فالحمد لله الحمد لله على كل حال. طلعت ادوسيه او مسلوقه او مخروطه زي ما تحبوا تسموها، سموها من الفريزر، وجهزت حاجتها وحطيتها على النار على ما بوسيف يطلع. كان راح يجيب يودي شيماء الدرس. شيماء فطرت هي واخواتها، واحنا وبوسيف نزلنا قلنا ايه ننزل نخلص ليلتنا وبعد كده نطلع ايه نفطر براحتنا عشان ما نتقلش. تمام، نزلنا وجبنا خضارنا وجبنا حاجتنا وطلعت وحطيتهم بقى وظبطت الدنيا. وابو سيف هيطلع ناكل، وهنا فتحت الدنيا ببص على الستاره لقيتها مفتوحه، مكان ما العيال كانوا منزلين السبت لابوهم يرفعوا منه العيش. بس فانا بحب افتح بصوا البلكونه قوي كده على مصراعيها زي ما بيقولوا، عشان ادخل الشمس والهواء وكله جوه علشان يطهر البيت، وخصوصا اليومين دول مع تعب الولاد والكلام ده كله. ولادك عاملين ايه؟ اسماء الحمد لله احسن بكتير من الاول، بديهم الادويه والحاجه، وكلمت الدكتور وكنا واخدين روفان ورحنا له كده هو، فالحمد لله يعني طمني. قال لي دور برد وماشي على كل الناس زي ما قلتوا لي، في بنات كتير قوي قالت لي كده في الكومنتات. دور برد وماشي على كل الناس، بس بجد بجد يعني الحمد لله الحمد لله يا ربي. مش عارفه اقول يعني بسم الله ما شاء الله بقى لهم. يعني انا تقريبا انا وامهم النباره اللي نبرت عليهم. هنا بحط القدوسيه اهي، وروفان بصوا قاعده جنبي عماله بقى الزن هاخدها اقعدها على الرخامه واشتغل غسيل مواعين، حبه مواعين كده زايدين من بالليل ومن الفطار ومن الكلام ده كله. فقلت ايه اظبطهم كده وانا واقفه، ما فيش داعي ان انا اشغل عليهم الغساله واتكلم مع روفي وارغي معاها شويه ونشوف دنيتنا يعني. وانا كنت بقول ايه الحمد لله يعني العيله الله اكبر عليهم بقى لهم يعني من ساعه موضوع كورونا ما ابتدى، وانا مخليه بالي منهم ومخرجهمش وما بوديهمش المدرسه. والسنه اللي فاتت ما وديتهمش، والسنه اللي قبليها كنت محافظه عليهم قوي، بس لقيت مستواهم هيبتدي ينزل بقى والكلام ده كله، فاضطريت ان انا اسيبهم يروحوا المدارس. فمش عارفه اذا كان ده غلط مني ولا صح ولا ايه بالظبط، مش عارفه. فتعبوا. سيف لقطها من حد او كده، وانا عارفه لقطها من مين اصلا، مدرس صاحب باباه وكده، فبيسلم عليه ومعاه في الفصل بيدي اوفا ابني في الفصل. فابعد عني يا باشمهندس عشان ما تتعديش مش عارف ايه. قال له ايه ده كورونا؟ قال له لا انا ما اعرفش والله، ده شويه برد ويا ربنا يستر. فسيف طبعا المستر بتاعه بيذاكر له بيديله درس والكلام ده كله، طلع من الفصل معاه على الدرس بعد الظهر، فبسم الله ما شاء الله لقطها منه. فعدا الباقيين فاهمين اللي هو ايه، خد البيت كله من اول لاخره. ربنا يسترها عليا انا وبابا. لان بصوا حرفيا كده الدكتور بتاع مصطفى بتاع ابو سيف، في ناس بتستغرب لما بقول له يا مصطفى يا بنات جوزي حلالي بلالي اعمل مبادالي على فكره. يعني في بنوته بتقول لي انت لما بتقولي مصطفى انا بستغرب، دايما متعودين على ابو سيف على ابو سيف، هو احتراما ليه بقول ابو سيف تمام. يا الا يا باشمهندس، حتى لما يبقى حد واقف مثلا معاه يا ابو سيف او يا باشمهندس روح نادي عليه، لكن يا مصطفى دي بيني وبينه، يا درش يا سيتافا بيني وبينه فالدكتور بتاعه حرفيا بتاع مصطفى قال لي ايه، قال لي خلي بالك منه ساعه كورونا. احنا رحنا مره واحده قبل هوجة كورونا السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها ما راحش تاني. تتخيلوا له الدكتور بياخد الادويه كده من على التليفون وخلاص، يعني هات ده كده كرر ده عيد ده انا تعبان فيا كذا اعملوا كذا على الواتساب او على التليفون. يعني في دكاتره اولاد حلال بيدوكي المعلومه على الواتساب، مش لازم تروحي تكشفي وكده. فقال لي حرفيا قال لي لو جوزك لا قدر الله لقط كورونا من اي حد نستخلف الله فيه. قلت له بعد الشر ليه كده؟ قال لي عشان تخلوا بالكم. قلت له انا اللي هخلي بالي، هو اللي الراجل الكبير يخلي باله. في اللي هو قاعد على اعصابي. بنات كتيره قوي كانت بترن عليا واتساب وعلى التليفون وكله. على فكره انا ما بردش يا بنات على ارقام غريبه، ما بردش على ارقام غريبه، وين رد بيرد ابو اوفا تمام علشان معاكسات والكلام ده كله، لكن واتساب انا اللي برد.
ففي رسائل كتيره قوي 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 اوفر ما قريتهاش وما شفتهاش وما ردتش عليها، معلش حقكم عليا. اذا كان سناب، اذا كان انستجرام، اذا كان واتساب، اي حاجه من الحاجات دي في حقكم عليا معلش. مشغوليات بقى عشان العيال تعبانين وكده. بصوا الحوض، اكتشفت ان البتاع الكبيره دي بتتخلع، معرفش هل ده صح ولا انا بوظته. مفيش غير البتاع البلاستيك دي، نفس البتاع الاستانلس وبس مخرومه خالص، مخرومه خالص، داخله على البلاعه على طول، ولا مش عارفه اسمها ايه دي، على الصرف، على الخرطوم بتاع الصرف على طول. ركبتها تاني وكأن لا شيئا لم يكن، بس من افسد شيئا بعليه باصلاحه، فتقريبا مش عارفه اصلاحه خالص، فكده هقول له يعني. بس تقريبا عادي عادي، اعتقد ان هو عادي يا جماعه. اول مره اخلعها، مش عارفه لقيتها بتطلع في ايدي، مش قويه للدرجه دي، ده انا حتى دراعي دون هو اللي وجعني يا جدعان. فالحمد لله انا النهارده مبسوطه، الحمد لله. العيال ابتدوا يفوقوا. ايمن راحت مدرستها النهارده مع انها لسه مخنفه من البرد، وشيماء راحت، وسيف ما راحش الحمد لله لسه سيف بما انه صغير ما اقدرش اعتمد عليه في حته ان هو لسه بيرشح في المدرسه، اكيد هيجي لي مليط وحالته بلا وكحه بقى وبلغم ومش عارف ايه، سوري يعني. انا عارفه احنا كامهات ده طبيعي بالنسبه لنا. فهنا هو الباسكت جنب سريره والمناديل معاه وعلى طول، يعني فاهمين، على طول بابا بيديله فوطه صغننه كده، المناديل الصغننه دي اللي هي القماش العاديه، قلت له لا 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 لا، ده لا قدر الله لو دي كورونا اي حاجه بتترمي في الزباله، حتى الاطباق والكوبايات. احمد ربنا ان انا باكله في طبق وكوبايه عاديين، ما جبتلوش اطباق وكوبايات في اللي هو واخواته. فلا لا، ما تعملش نظام الحاجات دي. فالمهم قعدت اغسل بقى في المواعين، ويا رب يسهل الحال ويخفوا والاسانسير ده يركب، لان بجد الاسانسير موقفني جامد قوي، على ما انزل واطلع ركبي بتسيب كده. بس نضفت الحوض وغسلت المواعين، وكنت قاعده بقى مع روفان عماله ارغي معاها عشان اسهيها، وطلعت السي فود دي من الفريزر، كانت في الفريزر. قلت لشيماء اعملها لك لما بابا يجيب سمك يا عيني، ولسه ابوها جايب سمك الحمد لله الحمد لله. كان مطلب جماهير الاسبوع اللي فات ان هو يجيب لي سمك، اخيرا ربنا هدى علينا وجاب لنا سمك. فعملنا سمك بقى النهارده. مسكت الرخامه مسحتها، على فكره ده كله قبل هيصه السمك، يعني انا بنضف الرخامه عشان ابهدلها سمك. انتوا لو تشوفوا شكل المطبخ بعد المعجنه دي، بس الحمد لله خلصته وروقته وظبطته. هو انا صورته ولا ما صورتوش؟ تقريبا لا، مش عارف. الطبق ده كان اوفا بياكل فيه، حطيت له فيه شويه عسل وطحينه، وقلت له كل على ما اجهز الغدا. كان عمال مش راضي ياكل، قلت له معلش عشان خاطري مش عارف ايه، عارفين اللي هو ايه، رشيته، قلت له هديك 10 جنيه لو كلت. فدته له اكل وكده. وهنا دي بقى الغسيل والحاجات اللي غسلتها، البلاستيكات دي فاكره اسمها صاج ولا ايه. عندي 2، عندي دي كانت بتاعت ماما كنت واخداها منها مقلباها منها عادي يعني، وعندي واحده كحلي بسلق فيهم بيض، بسلق فيهم بطاطس، بسلق فيهم بطاطا لو انا هسلق كده يعني، اي حاجه بقشرها ما اتقشرتش لسه، بس سلام من جوه الحمد لله يعني. هم غمقوا من بره وبهدلوا بس من جوه سلام. جيت بقى قبل ما اعمل الغدا والكلام ده كله، عملت لي كوبايه قهوه بلبن، هم فطروا قدوسيه وانا ما فطرتش اليوم ده من كتر الصداع والتعب اللي انا فيه. وعملت يا دوبك كوبايه القهوه دي على السريع، عارفه عشان ما بقاش كدابه، لقطت لي معلقتين قدوسيه كده وانا واقفه بقلبها لهم بس. وعملت هنا بعمل السي فود، حمرت البصله، وبعد ما حمرتها نزلت بمعلقتين دقيق. ده المشروم اللي انا كنت مفرزاه معاكم على فكره، احلى بكتير بكتير من المعلب، يعني انا دلوقتي هو بالنسبه لي كانه معلب، بس انا اللي عاملاه في البيت بايدي، فاهمين قصدي. ودي مسلوقه دي مكرونه سباكيتي على فكره، كانت مسلوقه من امبارح وقضيناها اي حاجه على فكره. ففضلت المكرونه حطيتها في التلاجة، والصبحيه حطيت عليها شويه صوص من الصوص بتاع السي فود، الصوص الكريمه الابيض العادي دون، وقلبتهم مع المشروم كده، حطيتها عليها شويه جبنه وزقيتها في الفرن، وزقيت السمك في الفرن. السي فود بعملها سهله جدا، بقلب بصله ويا دوبك تصفر وانزل عليها بمعلقتين دقيق واحمرهم مع بعض، وانزل باللبن والكريمه الكريمه اللي بجيبها من ايمو، الجروب بتاع ايمو. حلوه جدا، حلوه جدا الله يبارك لها. تاني حاجه بس بنزل بعد كده بالسي فود، او هنزل بالمشروم او جهزت الاكل وظبطت الدنيا وحطيته في الفرن، ونزلنا احنا وبسيف على السريع كده هو نجيب شويه حاجات من العسيم، لان ببص لقيت مفيش مسحوق غسيل، والعيال عايزين حاجات للسندوتشات وعايزين فينو، كنت بسلم الاوردر التاني وكده هو لام عمار. عمار ازيك يا عمار، هبقى اجيب لك روفي تقول لك ازيك.
بس وهنا هون بقى قلنا نجيب شويه حاجات. ده كان عرض من شركه دومتي، لانش بوكس هديه، ممكن تستخدميها علبه تلاجة على فكره. انا اول ما شفتها فكرتها علبه تلاجة. ب 60 جنيه، في علبتين جبنه وفي اللانش بوكس دون. هما الكواليتي بتاعته حلوه على فكره. بس لا انا ما كنتش محتاجاه، ممكن تستخدميها علبه تلاجة حلوه قوي. شفتوا اللبن بتاع الهنا دون؟ اللبن دون ايام كورونا، ايام ما كناش بنخرج ولا بندخل، كنت بجيب منه كراتين وبرميها كده تحت السرير او جنب كومودينو او حاجه. الصراحه كانت بتنجدني، بدل ما كل يوم لازم انزل دلوقتي اجيب لبن طازه. هنا التلاجة بتاعت الجبن انا واقفه قدامها محتاره، مش عايزه اجيب حاجه لان الجبن دي مش حلوه. حتى ابو سيف جاب علبتين في الاخر، خلاص بقول له انت جبتهم ليه؟ قال لي معلش معلش هاتيهم يساعدوا معانا وكده والكلام ده كله لحد ما ربنا يكرم. اخلي ماما تجيب لي من عندهم. عماله ادور على الجبنه البريزدون اللي عند ماما، الملح الخفيف التحفه الكريمي دي، مش لاقيها هنا خالص. حتى وقفت هنا عند التلاجة دي فضلت ابص عليها وادور عليها مفيش، واسال الراجل يقول لي مفيش غير فيتا ملح خفيف. هي جبنه ملح خفيف بس، جبنه عاديه جدا بس كريمي زياده عن اللزوم، اسمها بريزيدون. هناك في كارفور عند ماما في مدينتي الصراحه. حتى الكارفور اللي في سيتي سنتر ما شفتهاش فيه، مش عارفه ليه. يعني تقريبا الحاجات الحلوه بتروح للناس الاغنياء. الناس الغلابه اللي زينا لا. هنا بقى دلوقتي رجعت خلاص، كنت حاطه الحاجات دي في الفرنه وكنت مهديه عليها، وقلت البنات ايه خلي بالكم منها. ظبطت السمك وظبطت المكرونه والسلطه، ابو سيف اللي عاملها على فكره قبل ما نمشي. وعملت شوشو السي فود اللي كانت هتتجنن عليها. بامانه شيماء ما اكلتش سمك ولا اي حاجه، اكلت سي فود وسلطه وبس. شيماء دي مجنونه سي فود. هنا عملت كوبايه شاي وسبتهم هم ياكلوا، انا قربت اخلص كوبايه الشاي هم لسه بينقنقوا. ربنا يا رب يحميهم يا رب. ايمان بتاكل وقربت تخلص وقالت لي انا هشيل الاكل، فشالوا الاكل ولموه، وانا قعدت اشرب كوبايه الشاي كده على رواقه. قلت لهم سيبوا المطبخ اقوم اخلص. صراحه ابو سيف وقف معايا الله يبارك له، هم دخلوا بقى يخلصوا مذاكرتهم وليلتهم. ايمان بنتي بتيجي حرفيا الساعه 5 المغرب، انتوا متخيلين؟ فعلى يا عيني ما تجهز جدولها، ولو هتكتب حبة من الواجب او هتذاكر تبص تلاقي خلاص الساعة قلبت 10 قلبت 9، يلا هوب عشان تنام عشان المدرسة الصبح. تصحى مع اختها الصبحية الساعة 6، تلاقوها بقى عارفين اللي هو بتنام وتصحى. فممكن اسيبها تنام شوية للساعة مثلا 8 9، تبصوا تلاقيها عايزة خلاص بقى هتلبس وتروح المدرسة. فبجد العيال متدمرين السنة دي. ربنا يهدي وزير التربية والتعليم علينا وعلى سنة رابعة يا رب. تكدس رهيب في الفصول. اسمه ايه ده، مناهج زي الزفت الصراحه. حق يتقال مناهج وحشه جدا جدا على اطفال بقى لهم سنتين ما خدوش حاجه. فربنا يهديه علينا يا رب ويصلح حال الامه العربيه والاسلاميه والناس كلها يا رب، اللهم امين يا رب. يلا اشوفكم بقى على خير، وبه به ميمسين، باي باي مع السلامه، نايتي نايتي.